من اقوى الحاجات اللي تقدر تخليك تاثر على الناس اللي حواليك وتبقى فاهمهم كويس قوي، وتقدر تعبر عن نفسك اكتر معاهم، وتقدر تاثر على افعالهم واحساسهم ومشاعرهم وكل الحاجات دي، هي الايموشنال انتليجنس او الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي كلمه كبيره قوي، وبجد هي سكيل او مهاره لو عندك هتفرق جدا في حياتك وفي تعاملاتك مع كل الناس اللي حواليك، وبالتالي طبعا في المكان اللي انت فيه. وانا في الفيديو ده بسطت لك الموضوع ل5 عناصر للذكاء العاطفي، بجد لو اخدت بالك منهم وطبقتهم كويس هيفرقوا جدا في حياتك وفي تعاملاتك مع الناس اللي حواليك وفي علاقتك بيهم. خليك معايا للاخر لو انت حابب بقى تعرف يعني ايه ذكاء عاطفي اصلا، وازاي تقدر تتمكن من المهاره العظيمه دي. بس لو اول مره تشوفني على اليوتيوب يا ريت تشترك في القناه لو انت حابب تشوف فيديوز اكتر زي دي. خلينا نبدا بهو يعني ايه الذكاء العاطفي اصلا. ايه الكلمه دي؟ بنسمعها كتير ايا كانت المناسبه ايه، بس ما بنبقاش عارفين يعني ايه ذكاء عاطفي، ما بنبقاش ماسكينه كده. مبدئيا خلينا نشوف هو يعني ايه اصلا ايموشنال انتليجنس، او نشوف التعريف بتاعه. ولو جينا ندور هنلاقي تعريف لطيف جدا بيقول لك emotional intelligence is the ability to perceive, interpret, demonstrate, control, evaluate and use emotions to communicate with and relate to others effectively and constructively. ببساطة هو بيقول لك ان الذكاء العاطفي هو الادراك والتقييم والتفسير واظهار العاطفة في التواصل مع الناس، علشان التواصل بتاعك ده يبقى بناء ومؤثر. بص، هو المعنى العربي اصلا للجملة اللي انا قريتها دي معقد، بس ببساطة جدا الفكرة كلها ان انت تبقى قادر تتحكم في عواطفك وتبقى فاهمها كويس، وتبقى فاهم كمان شعور الناس اللي حواليك، هم بيحسوا بايه، عواطفهم ماشية ازاي. تستخدم بقى كل المعلومات دي وادراكك ليها بان انت تقدر تتعامل مع الناس معاملة احسن، وتبقى قادر تعرف طبعا ازاي تأثر عليهم، هم اصلا بيتأثروا ازاي، وايه نقط ضعفهم وايه نقط قوتهم. وده سلاح ومهارة قوية جدا لو عندك، ممكن تستخدمها استخدام سيء، ممكن تستخدمها استخدام كويس، فيا ريت بعد اذنك تستخدمها استخدام كويس. بس خلينا ندخل بقى على العناصر اللي هتبسط لك الدنيا دي كلها، ازاي يبقى عندك ايموشنال انتليجنس او ذكاء عاطفي. خلينا نخش على اول عنصر بقى من عناصر الذكاء العاطفي ال5 اللي هقول لك عليها، وهو السيلف اويرنس او الوعي بالذات، الوعي بنفسك، ادراك نفسك انت، ادراك مشاعرك انت، ان انت تبقى فاهم نفسك كويس وبتبقى فاهم انت بتحس بايه وده اعراضه ايه عندك وبيأثر فيك ازاي. ازاي تقدر تعمل ده او تطور ده في نفسك؟ هقولك ببساطه ان انت تقعد مع نفسك كل يوم 15 دقائق بس. ممكن تكتب ده وممكن ما تكتبوش براحتك، بس طبعا يستحسن تكتبه. ايه بقى اللي انت هتكتبه بالظبط؟ تكتب مع نفسك كده انت حسيت بايه النهارده، ايه الحاجات اللي بسطتك وخلتك سعيد، وايه الحاجات اللي ضايقتك او نكدت عليك في اليوم. عاده احنا بنحس، بس احنا بنشعر، مش بنحس باحساسنا او مش بنكون عنه فكره معينه، مش بنراجعه، مش بنفكر فيه. فالخطوه الزياده دي هتوضح لك حاجات ما كانتش واضحه قبل كده، عشان احنا عاده ما بنعملش ده ابدا. عمرك ما بتقعد تفكر هو انا اتضايقت في الموقف ده ليه، ايه اللي ضايقني بالظبط، او ايه اللي حصل النهارده فانا اتبسطت قوي كده ويومي كان جميل. انت خلاص اتبسطت، فاتبسطت، اليوم جميل حلو زي الفل. اتضايقت، اتنكدت، خلاص قعدت لوحدك شويه فكيت، بس ما بتراجعش نفسك وما بتفكرش في مشاعرك ايه اللي حركها بالظبط. لو عملت كده وخليت دي عاده عندك، ده هيحسن عندك جدا السيلف اويرنس، وهتفهم نفسك اكتر، وهتفهم انت ايه اللي بيضايقك وايه اللي بيبسطك، وهتحس بمشاعرك. واخد بالك من الجمله؟ هتشعر بمشاعرك، هيبقى عندك شعور زياده شويه، ادراك بقى لشعورك. حاجه كمان تقدر تعملها علشان تزود عندك السيلف اويرنس او ادراكك بذاتك، هو ان انت دايما تفكر نفسك في اي لحظه اكستريم او مبالغ فيها، سواء بقى نرفزه زياده عن اللزوم او مشكله او انفعال او زعيق. مش عايز اقول لك حاجه مبالغ فيها في الانبساط، عشان لو مبالغ فيها في الانبساط اتبسط عادي، بس دايما فكر نفسك حتى في الانبساط ان انت الرياكشن بتاعك او رد فعلك تجاه اي موقف انت عايشه في حياتك هو اختيارك انت قادر تتحكم فيه. بتقدر تتحكم فيه امتى؟ لما بتاخد بالك انت حاسس بايه دلوقتي، لما تاخد بالك هو ايه اللي بيحرك الاكشن ده، او ايه اللي بيحرك الفعل اللي انت هتعمله. ودايما بيكون اللي بيحركه هو شعورك او هو عاطفتك ناحيه حاجه معينه. فدول كانوا حاجتين هيساعدوك تعلي السيلف اويرنس، والسيلف اويرنس او ادراك الذات ده هو اول عنصر من العناصر بتاعه الايموشن الانتليجنس او الذكاء العاطفي. تاني عنصر بقى من عناصر الذكاء العاطفي هو السيلف ريجوليشن او ضبط النفس من الاخر يعني. هنا بقى ضبط النفس يعني ايه؟ ضبط النفس هنا هي ان انت بقى تبقى قادر تتحكم في افعالك. يمكن انت مش هتعرف تكنترول مشاعرك قوي، انت لما بتحس بحاجه فانت بتحس بيها، بس في العادي الحاجات اللي انت بتحس بيها دي بتطلع افعال، بتخليك تاخد افعال او اكشنز معينه. فضبط النفس او السيلف ريجوليشن هو ان انت بقى ما تخليش الحاجات دي تخليك تاخد الاكشنز او الخطوات دي. ضبط النفس هي ان انت تتحكم في افعالك، وده خلي بالك هيبقى اسهل كتير لما يبقى عندك اصلا بقى اول حاجه اللي هي السيلف اويرنس، ادراك الذات. انت تبقى فاهم مشاعرك اصلا وفاهم هي بتزقك على ايه، فلما تبقى فاهم هي بتزقك على ايه مش هتتزق من الاخر يعني. ومش بس تبقى قادر تتحكم في افعالك ان انت ما تنفعلش على حد مثلا
مثلا او ما تتنرفزش، لا كمان تبقى قادر تتحكم في قراراتك علشان ما تعملش حاجه انت مش حابب تعملها اصلا، ما تاخدش مسؤوليات مش مسؤولياتك، او ما تخليش حاجه مثلا هي المفروض تبقى اصلا انت متحكم فيها ما تبقاش متحكم فيها عشان انت مش مسيطر على افعالك. طب ايه اللي ممكن يساعدك ان انت يبقى عندك ضبط نفس اكبر غير السيلف اويرنس وان انت تبقى مدرك مشاعرك كويس؟ اعرف القيم بتاعتك واعرف حدودك كويس قوي. ليه بقول لك اعرف حدودك؟ علشان ببساطه احنا كلنا في حاجات ما نقدرش نتحملها، في حاجات عندنا ما فيهاش نقاش وما فيهاش كلام ولا جدل كتير، حاجات هنقول عليها لا على طول او هنقول عليها على طول، ايا كان، بس انت بيبقى ليك حدود وليك قيم ومبادئ بتحركك. صدقني حتى لو مش عارف انت فعلا عندك قيم ومبادئ بتحركك. فاللي بقوله لك هنا بقى ببساطه ان انت اعرفها، راجع نفسك، راجع قيمك، راجع حدودك، راجع اخرك من الاخر، شوف ايه مبادئك او الحاجات اللي بتحركك بحيث ان انت تبقى عارف كويس لو حاجه اتقالت لك او لو حاجه اتطلبت منك فتبقى عارف ان ده بالنسبه لك مرفوض او ده بالنسبه لك مرحب بيه، هي حاجه ما فيهاش نقاش بالنسبه لك، بس لما هتبقى فاهم نفسك في الحته دي بالذات اكتر ده هيسهل عليك كتير قوي قراراتك في حياتك وهيخليك راضي عن نفسك اكتر وراضي عن حياتك اكتر. حاجه كمان تقدر تزود ضبط النفس عندك اكتر هي ان انت تبدا تتحمل المسؤوليه. يعني ايه هنا تتحمل المسؤوليه؟ يعني ايا كان ايه اللي حصل مش لازم ترميه على حد غيرك، حتى لو هو مسؤوليه حد غيرك. على فكره مش بقول لك على فكره دبس نفسك او غلط نفسك، يعني لو في غلطه مسؤوليه حد غيرك فمش بقول لك شيلها انت بداله يعني، بس القصدي هنا اقوله لك دايما حاول تلاقي الحل في نفسك انت. لما انت هتحمل نفسك مسؤوليه اي حاجه في حياتك انت شخصيا ده هيخليك بقى سوليوشن اورينتد، حاجه من الحاجات اللي احنا بنقراها في الوظائف اللي بتنزل على لينكدين اللي الشركات الكبيره بتبقى عايزاها، حد سوليوشن اورينتد، حد هو اصلا شخصيته بتدور دايما على الحلول. دي حاجه او مهاره هتزودها عندك قوي لو فعلا ابتديت تحمل نفسك مسؤوليه اي حاجه في حياتك. سهل قوي ان انا اقول ان فلان هو السبب في القرف اللي انا فيه، او فلان هو السبب في الغلطه اللي ودتنا في داهيه دي واخرت البروجكت بتاع الشركه، سهل اعمل كده، بس اللي صعب والمطلوب ان انت تعمله ان انت تحمل نفسك انت المسؤوليه. طب انا كان ممكن اعمل ايه يخلي الموضوع احسن؟ طب انا دلوقتي عندي مشكله في حياتي ايا كان ايه السبب فيها، ممكن يكون فيها اسباب اشخاص تانية مثلا او ظروف في العالم، انا مسؤوليتي ناحيه نفسي ان انا احل مشاكلي، انا هعمل ايه؟ ابدا حمل نفسك المسؤوليه في اي حاجه ايا كانت هي ايه. لما هتعمل ده بجد ده هيساعدك جدا على ضبط النفس بتاعك. وده كان تاني عنصر من عناصر الايموشنال انتليجنس او الذكاء العاطفي. تالت عنصر بقى من عناصر الذكاء العاطفي هو الموتيفيشن او الحماس. ولما هقول حماس الحاجه اللي هتيجي في دماغ معظمنا اللي هو الفيديوهات بقى الحماسيه والمزيكا الحماسيه اللي بتخلينا بقى عندنا طاقه كده رهيبه وعايزين نقوم نطلعها في اي حاجه. الحماس هنا مش كده خالص، خلينا نفهمه واحده واحده وصح. الحماس هنا وده بيفكرني بكلمه برضو بتنزل على الوظائف بتاعت لينكدين والمواقع دي اللي هو سيلف موتيفيشن، اللي هو الحماس الشخصي او الحماس النفسي، ان انا من الاخر احمس نفسي، مش هبقى مستني حاجه تحمسني، حد يحمسني، فيديو يحمسني، مزيكا تحمسني، ابقى انا قادر بقى اعمل الحماس ده جوايا. الناس بتعمل ده ازاي؟ اوعى تفتكر بقى ان انا لما هفتح فيديو على اليوتيوب فيديو حماسي فانا كده بحمس نفسي، لا، انت لازم من غير فيديو من غير مزيكا وانت قاعد على كرسيك دلوقتي او قاعد على السرير بتتفرج على الفيديو ده انت لازم تبقى قادر تحمس نفسك كويس. تبقى قادر تعمل ده ازاي بقى؟ هقول لك دلوقتي. اول حاجه تقدر تعملها علشان يبقى عندك سيلف موتيفيشن او تقدر تحمس نفسك بنفسك هو ان انت تحدد لنفسك هدف قوي جدا وهدف كبير جدا وتقدر تمشي وراه دايما. ليه بقول لك كده؟ علشان ببساطه هو ده اللي بيحمس اي حد ان هو يكمل. الفيديوز او المزيكا اللي احنا ممكن نسمعها واحنا بنجري مثلا دي حاجه بتزود عندك الادرينالين لحظيا كده، اللي هو يلا انا متحمس دلوقتي ابذل مجهود، متحمس دلوقتي اشتغل، بس اول ما هتخلص خلاص انت مش هتبقى متحمس زي الاول. مش ده الحماس الحقيقي. الحماس الحقيقي هو ان انت يبقى عندك هدف وتفضل دايما تفكر نفسك بيه علشان تفضل دايما رايح وراه وبتشتغل. دي اول حاجه تقدر تساعدك ان انت يبقى عندك حماس ذاتي او تقدر تحمس نفسك او يبقى عندك سيلف موتيفيشن. بس هنا في مشكله ممكن تقابلك، ان انت لما هتحدد فعلا هدف لنفسك قوي وكبير في الغالب الهدف ده مش هيبقى قريب، يعني مش هتوصل له الاسبوع الجاي ولا الشهر الجاي ويمكن مش السنه الجايه حتى. فده هيدخلنا على تاني حاجه تقدر تعملها علشان يبقى عندك سيلف موتيفيشن، وهو ان انت تقسم الهدف ده لتشيك بوينتس. ده يدخلنا على تاني حاجه تقدر تعملها علشان تعلي عندك السيلف موتيفيشن او تقدر تحمس نفسك بنفسك، وهي ان انت ببساطه جدا تقسم الهدف الكبير بتاعك ده اهداف صغيره. يعني تقسم السكه نقط من الاخر. تخيل معايا كده ان انت هتركب وتروح اسكندريه ومن هنا لهناك مثلا 200 كيلو، فهيبقى في بريك في النص. لما هتقف عند البريك ده هتبقى عارف ان انت كده خلصت 100 كيلو، فببساطه هتبقى مبسوط ان انت خلصت نص السكه. انت عملت مجهود ووصلت لحته حسستك بالمجهود اللي انت عملته. لكن لو مفيش بريك خالص وما وقفتش ومش واخد بالك
انت مشيت قد ايه، ممكن اصلا في السكه تحبط. يعني انت مش هتلحق تحبط قوي عشان اسكندريه مش بعيد قوي كده لو انت عايش في القاهره، يعني عشان انا عايش في القاهره. بس قصدي ان انت لو فضلت ماشي ورا الهدف الكبير ده ممكن تقع في مشكله ان انت بتحبط في النص، انت حاسس ان انت مش قادر توصل، وقت عدى ومجهود اتبذل وما وصلتش لحاجه. بس الحقيقه ان انت مش ما وصلتش لحاجه ولا حاجه، انت وصلت لحاجات انت بس مش واخد بالك منها عشان انت من الاول مش مقسم هدفك اهداف صغيره. انت عندك هدف واحد بس وهو الهدف ده هو اللي هتوصل له، لو ما وصلتلوش انت فشلت. مفيش حاجه اسمها كده، ما انت بتوصل له بخطوات. فركز بقى في الخطوات اللي انت بتعملها دي ان انت تخليها اهداف صغيره، علشان كل ما توصل لهدف منهم تحس ان انت فعلا عملت حاجه وانجزت، وتحس بالنجاح الجزئي حتى. ده هيحمسك وده هيصب بقى في الموتيفيشن او الحماس بتاعك ان انت تبقى دايما بتحمس نفسك ان انت تكمل او تعمل اللي انت المفروض تعمله. رابع عنصر بقى من عناصر الذكاء العاطفي هي الامباثي او التعاطف. يعني ايه بقى تعاطف هنا؟ خليني اقول لك. التعاطف هنا هو ان انت تتعلم تعرف الناس حاسه بايه، تفهم الناس اكتر وتبقى مدرك اكتر لمشاعرهم، علشان ده فعلا هيساعدك جدا ان انت تاثر عليهم برضه سواء بالسلب او بالايجاب. انا مش بقول ان انت تاثر عليهم قصدي حاجه وحشه او ان انت تتحكم فيهم، يعني قصدي حتى ان انت تقدر تخلي حد انت بتحبه موده احسن، يحس احساس احسن عن نفسه. ما ده ذكاء عاطفي. طب انت بقى هتوصل لمرحله التعاطف العظيمه دي ازاي؟ هتبقى قادر تفهم فعلا الناس حاسه بايه ازاي. اول حاجه تقدر تعملها علشان تزود عندك الامباثي او التعاطف هو ان انت ببساطه في اي موقف في اي مناسبه تحط نفسك مكان اللي قدامك، تحط نفسك فعلا مكانه وتحاول تتخيل احساسه في الموقف ده عامل ازاي. حتى لو انت في موقف مضاد ليه، ممكن جدا تكون واقع في موقف مع حد وانت معاك حق فيه، انت معاك حق وهو غلطان، بس انت بس بتفكر ان انا معايا حق وهو غلطان. طب حط نفسك بقى مكانه. ممكن جدا يكون هو فعلا غلطان وعارف ان هو غلطان بس واخد موقف دفاعي علشان انت بتبين ان انت معاك حق. فساعتها كل بقى الكلام اللي انت بتقوله بالعقل والمنطق وان انت بتغلطه بيهم ده مش هيأثر فيه ولا هيخليك تقدر تقنعه، علشان هو ساعتها فعلا واخد موقف دفاعي. هو ساعتها هيبقى محتاج احتواء اكتر، ان انت تحتوي الموقف من غير ما تضغط عليه ومن غير ما تحسسه ان هو غلطان. ده هيحصل امتى؟ لما انت فعلا تحط نفسك مكانه وتتخيل هو حاسس بايه. انا دلوقتي غلطان واللي قدامي زنقني في كورنر كده وانا مش عارف اطلع منه، هحس بايه ساعتها؟ هحس باللي انا قلته لك ده دلوقتي. هبقى محتاج احتواء للموقف، مش محتاج حد يكلمني بالعقل والمنطق ويقول لي انا غلطان ليه. يعني تاني حاجه تقدر تعملها عشان تزود الامباثي او التعاطف عندك هو ان انت ما تتجاهلش مشاعر حد تحت اي ظرف. تخيل معايا كده ان انت في شغلك ومديرك في الشغل قال لك ان احنا عندنا بروجكت تقيل شويه، فانت هتسهر النهارده بدل ما هتروح بيتكم الساعه 5 هتروح بيتكم الساعه 10 بالليل. بص، غالبا الناس قليله اللي هتقول له لا انا حدودي لحد الساعه 5 وانا عدد ساعات العمل بتاعي خلص وانا ماشي وخلاص بقى مش هقعد معاكم. بس معظم الناس غالبا هتقعد، بس هتقعد بقى متقفقفه ومتضايقه ويعني بص بتندم على اليوم اللي اشتغلت فيه في الشركه. ليه؟ ببساطه علشان هو مضطر يقعد، علشان هو خايف على مكانه، هو مش عايز يسيب مكانه ومش عايز يسيب شغله، فهو بيسبورت او بيدعم الشركه بتاعته او الشغل بتاعه في الحته اللي هم محتاجينه فيها. بس هنا مديرك جه قال لك ان احنا عندنا ضغط شغل وانت هتقعد معانا النهارده. مهم جدا بقى في الخطوه دي لو انت المدير وبتعمل حاجه زي كده تعمل حاجه اسمها اكنولجمنت لمشاعر الناس اللي حواليك، تعترف بمشاعرهم، تاكدها. ايوه انا عارف ان انتوا متضايقين وان انتوا ضاغطين على نفسكم وان انتوا مش مضطرين تعملوا ده. بالمناسبه حتى لو هم مضطرين علشان يحافظوا على مكانهم، بس حسسهم ان انت فاهم مشاعرهم فعلا ومقدرها، ما تتجاهلهاش. على فكره انت لو تجاهلتها الشغل هيتعمل برضه، بس ده مش هيحببهم في الشغل ولا فيك انت شخصيا، ممكن تخسرهم. فما تتجاهلش مشاعر اي حد بيعمل اي حاجه. مش دايما الاكشنز او الافعال بتبقى معبره عن المشاعر. مش متخيل الخطوه دي هتفرق مع الناس قد ايه لو عملتها. خامس واخر حاجه في عناصر الذكاء العاطفي او الايموشنال انتليجنس هي بقى السوشيال سكيلز او المهارات الاجتماعيه. وهنا لما هنقول مهارات اجتماعيه فالكلمه دي واسعه شويه، فخليني اقول لك ان هي يعني ان انت تتعلم تقرا البادي لانجوج او لغه الجسد بتاعت الناس، تتعلم تتكلم مع الناس بطريقه احسن يبقى لسانك حلو، تتعلم تكسب الناس بكلامك. على فكره مش بقول نافق، انا بقول اتعلم تبسط الناس او تجامل الناس بكلامك. المجاملات حاجه حلوه، مش عيب خالص ان انت تجامل حد. العيب ان انت تنافق، العيب ان انت تطبل، وانا مش بقول لك نافق ولا طبل، بس بقول لك مش عيب خالص ان انت تبقى حد بيشوف اي حاجه حلوه في حد وبيقول له الحاجه دي حلوه فيك. بالمناسبه هيقولوا عليك منافق وطبال لما تعمل كده، بس تخيل ان انت لما هتعمل كده هتعرف تعمل نتوركينج وتكون علاقات احلى بكتير قوي من ان انت ما تعملش كده خالص، تبقى من ضمن الناس اللي بتقول اصل ده بيطبل لفلان. من الاخر اتعلم تفهم الناس بلغه الجسد بتاعتها، اتعلم ازاي تتكلم مع الناس وتحتويهم بكلامك، اتعلم ازاي تقول كلمه كويسه للناس لما تشوف حد فعلا بيعمل حاجه كويسه، بتبقى عينك بتلقط ده دايما في الناس. بجد كل اللي حواليك هيحبوك جدا، انت مش متخيل قد ايه. لو انت بقى مكمل لحد دلوقتي فاعتقد ان الفيديو ممكن يكون عاجبك، فيا ريت تعمل له لايك. وانا بقى هعمل اكنولجمنت لمشاعرك دلوقتي او هعترف بيها وهقول لك ان انا عارف ان انت ممكن تكون زهقان شويه عشان الفيديو طول، بس معلش حقك عليا، حاولت احط فيه يعني كم معلومات لطيف. شكرا جدا ان انت اتفرجت لحد دلوقتي وبس كده. السلام عليكم.